السلام عليكم مشاهدين قناة صحرا نيوز. في هذا الخبر المتعلق بالأسد بونو. أنا طبيب نادي إشبيلية الإسباني، جماهير النادي الأندلسي والجماهير المغربية حول صحة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو عقب تعرضه لإصابة على مستوى العنق أدخلته المستشفى. وذكر طبيب الفريق الأندلسي أن حارس المرمى الأسد ياسين بونو أصيب بحالة دوران عقب اصطدامه القوي خلال مباراة فريقه ضد ألميريا، حين تعرض لاصطدام قوي أفقده الوعي. إذن فقد خضع ياسين بونو للفحوصات الطبية وتأكدت عدم معاناته من أي مضاعفات، فقد تعرض لإغماء خفيف بعد الاصطدام القوي خلال مباراة الألميريا، ونقل على إثرها لمستشفى إشبيلية. وقد نقل الحارس المغربي للمستشفى بمدينة إشبيلية، حيث خضع لعدة فحوصات التي طمأنت الجماهير الأندلسية والمغربية. وأفاد النادي الأندلسي أن بونو خرج من المستشفى وسيستمر في التعافي في المنزل، وبمجرد أن تنحصر جميع الأعراض خلال الساعات المقبلة. فقد تعرض الدولي المغربي ياسين بونو حارس المرمى للإصابة خلال مباراته فريقه ضد ضيفه ألميريا في الجولة 25 من الدوري الإسباني، استدعت نقله فورا إلى المستشفى. واصطدم بونو بلاعب ألميريا الصربي سيرديان بايتيتش، ثم بزميله البرازيلي أليكس تيليس في الدقيقة 32، فسقط على الأرض متألما قبل أن يتدخل الفريق الطبي لإشبيلية لعلاج الحارس المغربي. ونقل بونو عبر نقالة طبية إلى خارج الملعب، ومن ثم إلى المستشفى بعد وضع دعامة طبية حول رقبته، بعدما تعذر عليه إكمال اللقاء. وشارك بدلا منه الحارس الصربي ماركو ديمتروفيتش. متمنياتنا بالشفاء العاجل للأسد المغربي، وإن شاء الله يرجع للملاعب عما قريب. شكرا لكم على المتابعة، متنسوناش من الدعم والاشتراك ديالكم.